اقول لك هارد لك. عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي الحالي، ويعني ونجل العميد حسين ابو السعود رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي. هارد لك محمد ابو السعود، هارد لك يا حسين، ويعني ربنا يكون في عونك. مش عارف اقول لك ايه، واكيد انت في استاد الدفاع الجوي وشايف اكتر مني. حضرتك يعني احنا خلاص، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. للاسف خرجنا من البطوله، بس يعني المشكله في الامن واللي عملوا فينا الامن. احنا اتهنا، موتوا ناس كتير عندنا مضروبه، بما فيهم لعيبه كوره، بما فيهم محمود شكري الجون بتاعنا. اكتر من 100 200 فرد بيضربوا فيه. يعني احنا موجودين في الاستاد في مكان، يعني الامن واقف لنا عشان يضربنا احنا مجلس اداره. احنا الجماهير كسرت كراسي، ما عندناش مشاكل ندفع ثمنها، لكن كابتن خالد قنابل مسيله للدموع ما فرطوش. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ حسين، يعني خلينا نتكلم بامانه برضو، واخد راي كابتن ابراهيم والكابتن عصام والكابتن حمزه. حتى يعني احنا بنكسر كراسي ليه؟ ايه اللي خلانا نكسر حتى كراسي؟ اتحطينا في الموقف ده يا كابتن خالد، خلاص يعني خلاص كان لازم يبتدوا. الجماهير كانت ابتدت تطلع، وهم لما حسوا اللي هم قالوا فراحوا ضاربين عليهم. طبعا ده في كل الشوارع، كل الاستاد وحوالين الاستاد في مجازر. يعني احنا بقول لك احنا مجلس اداره تعدوا علينا بالضرب، الضباط واقفه لنا عايزه تضربنا احنا. لا معقوله يا حسين؟ يعني احنا في مهزله، معقوله احنا في مهزله. طب ليه يعني عفوا يعني ما تزعلش مني، لا يعني ليه الامن هيلجأ لده؟ هو بيحمي الجانب الجزائري، يعني خلينا نتكلم بكل يعني الامن النهارده يا حسين، حضرتك عارف علاقتهم بينا كويس، كنت معانا في الجزائر. الناس قاعده في وسطنا، الناس طالعه مفيش اي مشاكل، جماهيرهم. احنا المشكله فينا احنا. انا عايز بس احنا حامينا الناس. الكابتن حمزه عايز يسالك سؤال يا كابتن حسين. اتفضل. يعني الامن النهارده جه عشان يضرب مجلس اداره ويضرب لعيبه الاسماعيلي ويضرب الجمهور يا حسين النهارده يعني؟ اكيد طبعا مش جاي عشان يضربوا، لكن في اصل النهارده لما تقول لي في 200 واحد من الشرطه يا كابتن خالد. انا عايز اسال سؤال، يعني هل لو الامن عمل كده تبقى كارثه؟ يعني لو عمل كده تبقى كارثه كبيره جدا جدا. انما الامن 200 فرد امن بيضربوا محمود شكري، يعني 200 امن بيضربوا محمود شكري، وطلع ضرب مجلس اداره، وطلع ضرب الجمهور وكده، والجمهور لما بدا يقل عدد الامن يعتدي عليهم. انا ما شفتش الصوره، بس وضحها لنا اكتر يعني. كابتن خالد كاميرات مصوره كل حاجه. طب كويس ان هي مصوره كل حاجه وتقدموا كل الحاجات دي. قناه النيل الرياضه مصوره، لو بتصور كويس وتم التعدي عليهم موجودين. صح. كويس جدا 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 كمان. لكن دي اهانه يا كابتن، دي اهانه. طبعا. لا ما انا بقول لك لو دي موجوده تبقى كارثه. انما على العموم استاذ حسين، يعني ما فيش شك ان لا احد فينا يقبل الاهانه طبعا، سواء على عضو مجلس اداره، سواء من الجهاز الفني، سواء من اللاعبين. احنا كنا فاكرين ان الشرطه اتغيرت، وكنا فاكرين ان بعد الثوره الدنيا اتغيرت، طلعت مفيش حاجه اتغيرت. لا بس يعني بص، مش عايزين استاذ حسين بعد اذنك مش عايزين نخلط الاوراق ببعضها. معلش اللي حصل معانا يا كابتن، هذا الامن هو، لا لحظه واحده بس، يعني يا ريت حضرتك تسمعني. الامن هو اللي وافق على دخول الجماهير. تمام. يعني ما تقنعنيش ان الامن عايز يوافق على الجماهير وفي نفس الوقت هو اللي بيضرب الجماهير. ما هو برضه ما هو خلينا نتكلم بامانه. انا عارف الدور الكبير اللي بتقوم به وزاره الداخليه مع والد حضرتك ومع بقيه اعضاء مجلس الاداره في دخول الالتراس الاسماعيلاوي. يا كابتن خالد انا عايز اقول حاجه. حسين عنده حق في كل اللي بيقوله، وله الحق ان هو يقول كل ما يقول. عنده فيديوهات لازم تتقدم النهارده، ده بلاغ لوزير الداخليه. ده بلاغ لوزير الداخليه، مش محتاج ان هو يتقدم لا قدم النهارده الفيديوهات وقدم المستندات بتاعتك. طبعا ده حق جمهور وحق مجلس اداره وحق بلد كامله. حق اسماعيليه، حق اسماعيليه. لو مش هقول لك جمهور، لو ضوفر من اسماعيليه حصل له حاجه واعتدى عليه ومعاك المستندات ومعاك ده بلاغ رسمي لوزير الداخليه، لازم يتحقق فيها يا كابتن. دي مصر، اصل دي مصر يعني كل الدول العربيه تتفرج على هذا اللقاء، وكل الدول العربيه شافت المباراه. على العموم استاذ حسين، انا بقول لك هارد لك مره ثانيه، وقلبي عندك وعند كل اللي يمكن الجماهير المتواجده في استاد الدفاع الجوي، يبدو ان الامور ازدادت سوء. كابتن ابراهيم يا ابو كباتن، احنا ما عندناش تقبل الهزيمه. الرياضه مكسب وخساره،
زي ما مش عايز أقول بتبسط اتجاهه وانا كسبان لازم اتقبل الهزيمه ولازم اتقبل ان الفرقه الثانيه تكسبني. سلوكيات الناس اتغيرت السنتين الاخرانيين دول. سلوكيات الشعب كله اتغير. مصارع عصبيا، اقل حاجه بتصير عصبيا. طب يعني زي ما بيقول مثلا الاستاذ حسين